بسم الله. هننزل بقى بالبصلة بتاعتنا. طبعا البصلة دي انا بشراها في المبشرة. نحمرها شوية كده مش قوي يعني، وبعد كده ننزل باللحمة. هننزل بقى باللحمة. بسم الله. هنقلبها في بعض كده. اول ما تاخد لون معانا هننزل عليها بالتوابل. المصل بتاعنا عشان ايه سخنة. نفككها كده من بعض. انا طبعا بشكر الناس اللي بتتابعني. انا طبعا في ناس عامله لي طلب صداقه كتير ومتابعاهم وبيشوفوني. بشكرهم طبعا. ناس برضو محترمين جدا. هننزل بقى هنا دلوقتي بالايه، بالملح وفلفل اسود. شويه ملح، فلفل اسود. بسم الله. ننزل بقى بالطماطم والفلفل. اللي مش عايز يحط فلفل ما يحطش، ده عشان تبقى ايه سبايسي كده، تبقى ايه حاره كده شويه. بصوا بقى كده هنحط حاجه كده بقى ايه، دي بقى اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش. انا عن نفسي هحطها قدامكم عشان ايه اللي حابب يحطها يعني، بس هي مش موجوده في الوصفه معانا. ده مايونيز بيدي طعم روعه طبعا للحمه. انا جربتها قبل كده وكان طعمه رهيب. هحط منه حبه صغننه. بسم الله. مش عايزين تحطوا ما تحطوش، بس انا بقول لكم يعني انا عجبني قبل كده وقلت ايه اجربه معاكم. بيدي كده طعم يعني ايه، في مزازه كده حلوه في اللحمه، جميله. هنقلبها بقى كده. وطبعا هنسيبها بقى لغايه ايه شويه كده عقبال ما نعمل ايه الملوخيه بتاعتنا. هنوطي عليها كده ونسيبها شويه عشان ايه يعني تستوي كده ايه مع نفسها.
هنسيبها بقى كده. نيجي هنا بقى بحله على النار، هنعمل الملوخيه. طبعا انا معايا شوربه اهي. انا ما كانش متوفر عندي شوربه فراخ ولا لحمه ولا حاجه، فطبعا مش هوقف بقى الموضوع، لا هكمل. عملت شوربه، حطيت ميه وحطيت فيها مكعب مرق دجاج، وحطيت فيها بصلايه مبشوره وطماطميه مبشوره، وسبتهم يغلوا شويه. وتمام اهو، بقت شوربه هي جميله وحلوه. وحطيت فيها طبعا شويه ملح وشويه فلفل اسود، يعني شوربه بقى عاديه يعني. تمام. غليت معانا شويه، طبعا هي دلوقتي غليت، هطفي عليها النار. تمام. مش هنزل الملوخيه وانا والشوربه شغاله، لا هنزلها كده بعد ما طفيت. طبعا السخونيه دي هي بقى اللي هتسوي الملوخيه معانا، لان اصلا الحاجات الخضراء ما بتحتاجش ان احنا بقى نسويها كتير والكلام ده، عشان الخضار بتاعها ما يروحش. هنقول بسم الله وننزل بالملوخيه بتاعتنا اهو. مش عشان ما فيش شوربه لحمه ولا فراخ نوقف بقى ما نعملش، لا ده بالعكس، الشوربه دي تبقى زي العسل. جربوها كده وهتشوفوا طعمها ايه وقولوا لي. هي متلجه شويه، انا كنت طبعا مفرزاها في الفريزر. هتفك طبعا دلوقتي مع نفسها وهتدوب. طبعا النار مطفيه، انا هكتفي بالشوربه، لان هي طبعا دلوقتي سخنه وكانت بتغلي، انا طفيت عليها. هنسيبها كده مع نفسها. هنيجي هنا بقى على النار. طبعا احنا هنا معانا حبه سمنه، وطبعا حط فيهم معلقتين توم مفرومين، وحبه ملح، وحبه كزبره. لما بقى التومايه تصفر معانا، هنقوم نازلين بيها على الملوخيه. هنشغل عليها النار تاخد غلوتين، وبعد كده نطفي عليها. جربوا الطريقه دي يا جماعه، هتعجبكم بجد يعني فعلا. طبعا هي الشوربه انا حاطه لها بقى فلفل اسود وملح ومظبطه يعني. تاكلوا كده ملوخيه زي العسل. طبعا هنا التومه لسه اهي مصفره، اول ما تحمر معانا هنحطها على طول على الملوخيه. طبعا الملوخيه فكت معانا اهي وبقت كمان. ريحه الثوم على السمنه مع الكزبره كده مطلعه ريحه رهيبه. انا متهيألي واصلكم، انتوا اكيد شامينها، اكيد هتوصل لكم الريحه، لان انتوا عارفينها بتبقى عامله ازاي. بصوا بقى كده، انا مش هحمرها قوي الحمرا، لا انا هخليها كده بصوا صفرا كده اهو كده اهو. تمام. نيجي بقى هنا نقول اهو، يلا بسم الله. ملوخية عسل. بصوا بقى، نيجي بقى هنا على النار، تاخد غلوة واحدة بس، غلوة واحدة، ونطفي عليها ونسيبها. بصوا عاملة ازاي، مفيش احسن من كده. بصوا هتدوقوها، اعملوها ودوقوها وقولوا لي. مش هقول لكم بقى على الريحة ولا الطعم، مش هقول لكم. اهو تاخد غلوة واحدة بس ونطفي عليها. هنا بقى اللحمة اهي، انا طفيت عليها بقت تمام كده. مش هقول لكم على الريحة والطعم بجد يا جماعة. حبة المنازل اللي احنا حاطينهم دلوقتي دول بيدوا طعم رهيب، جربوها مش هتندموا. يعني حتى لو مش هتقدروا تجيبوا كيس المايونيز ده، في اكياس صغننه، ممكن تجيبوا كيس صغنن وتحطيه، مفيش مشكله. يعني انا بحاول اسهل عليكي باقل حاجه. دلوقتي اللحمه معانا تمام اهي، وطبعا الملوخيه طفينا عليها. هنيجي بقى الناحيه التانية علشان خاطر نعمل الجلاش بتاعنا. جينا بقى هنا معانا صينيه، دي صينيه مربعه، عايزه بقى صينيه مدوره، في صينيه اي نوع عندك صينيه ممكن تعملي، مفيش مشكله، بس انا هعملها في صينيه المربعه دي.
هنقول بسم الله. دول رقين، هنعمل بين كل رقين هنحط سمنة. دول كده رقين تمام. هننزل بقى بالسمنة كده، مش هنكتر برضو سمنة علشان ايه ما تبقاش ايه دسمة، يعني يا دوبك كده ايه حاجات بسيطة. تمام. نحط بقى رقين تاني. تقدري تعملي الجلاش ده بفراخ، شاورما اللي هي الفراخ، تقدري تعمليه بأي طريقة انت حباها، هينفع بكل الأحوال يعني، مفيش حاجة هتقول لأ. متنسوش اللايك يا جماعة، اللايك ده هو اللي بيبسطني، هو التعليق. لما بشوف بقى التعليق ولايك كده بتبسط جدا يعني بصراحة. كده انا حطيت رقين، من كل رقين يعني 2 في بعض كده راق، و2 في بعض راق، و2 في بعض راق، وبين كل راق وراق ندهن ايه سمنة. انا ان شاء الله يا جماعة الايام الجاية هيبقى في بث مباشر، عايزاكم بقى ايه تنوروني كده وتشرفوني، لان وجودكم بيبسطني بصراحة. طبعا انا عارفة ان طبعا كتير مننا بيعرف يعمل الجلاش، بس انا طبعا ايه في ناس ما بيعرفوش يعملوه. كلنا طبعا ستات بيوت شاطرة وبنعمل كل حاجة. طبعا الزيادات دي انا مش هرميها بقى، لا هنعملها في بعض كده مش هتبان يعني. الجلاش ده اولادي بيموتوا فيه بصراحة يعني، كل شوية يا ماما اعملي لنا جلاش باللحمة، يا ماما اعملي لنا جلاش باللحمة. طبعا لازم نعمل لهم كل حاجة هم طالبينها طبعا، مش هنقول لا. طبعا ده كده هيبقى اخر راق، هننزل بقى باللحمة. بسم الله. ريحة اللحمة رهيبة رهيبة ما شاء الله يعني. طبعا هنخليها كده في النص عشان خاطر ايه لما تيجي على الحروف هتطلع مننا وتقع، نخليها ايه بقدر الامكان كده تبقى ايه في النص كده. تمام كده. طبعا احنا مشغلين طبعا الفرنة بتسخن، هننزل بقى ايه نفس النظام، 2 راق. ممكن نخليها ايه نعملها لتحت كده، ندخلها لجوه بعض كده. نحط سمنة. السمنة دي لازم تتحط، ما هي يعني الجلاش هيستوي ازاي لازم السمنة دي عشان تسويه كده وتحمره، بس مش كتير عشان ما تبقاش دسمة جدا وتضم كده النفس. باقيين تانيين. ندخلها في بعض كده من جوه.
دلوقتي بقى بعد ما حطينا اخر رق هنعمل برضو سمنه كده، ندهنه سمنه. تمام كده، نقطعه بقى بسم الله. قطعي بقى ايه التقطيع اللي انت عايزاه، نقطع مربعات كده. تمام كده. طبعا احنا مشغلين الفرن، هننزله بقى ادخله الفرن، واول ما الجناب كده الاقي الجناب كده احمرت هطلعه وهقول لكم هنعمل ايه. بصوا بقى، طبعا احنا دلوقتي دخلناها الفرن نشفت كده شويه وطلعتها تاني. هنزل بقى هنا باللبن ومعاه البيضه، نقلبها كده جامد وندوبها علشان ايه تدوب في اللبن، عشان ما تبقاش ما تعملش بقى ايه بياض من فوق كده والكلام ده، تبقى كلها دايبه. هتقولي ليه انت ما حطيتيش اللبن في الاول ودخلتيها كلها الفرن؟ لا، ما بحبش كده، بدخلها الفرن تاخد كده ايه تنشف شويه، بعد كده اقوم مطلعاها احط لها لبن وادخلها تاني. عملتها قبل كده والطريقه عجبتني يعني، فقلت ايه لا، فضلت بقى مستمره عليها. فانتي وراحتك يعني، عايزه تحطيه في الاول ماشي، مش عايزه زي ما انا بعمل كده براحتك يعني. لازم كده ادوب البيضه كده مع اللبن جامد. طبعا انا حاطه لها ملح وفلفل اسود. تمام كده. هننزل بقى كده ايه نسقيها بسم الله. ننزل بقى كده على الجناب وعلى كله. وكمان لما بحطها في الاول يعني اللبن بيشربها على طول، تشرب اللبن على طول وبتنشف، يعني ما بتبقاش كده ايه حلوه كده، لا. فدي حلوه، الطريقه دي حلوه. تمام كده. هندخلها بقى الفرن اهو، لما تاخد لون بقى جامد اللي هو الاحمر ده من الجناب خالص، او ايه بعد طبعا ما سقيناها باللبن بقى هندخلها بقى الفرن. واول ما تحمر كده من الجناب تحمير اللي هو الاحمر الذهبي كده الحلو، نقوم ايه مولعين عليها ايه الشوايه من فوق. بصوا بقى بعد ما طلعناها من الفرن، بصوا عامله ازاي. بصوا طلعها بقى في الطبق معانا، بصوا الجمال.